السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو نزلته. يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحابة اشكركم جدا على كومنتاتكم الجميلة اللي زيكم. ربنا يا رب يبارك فيكم ويحفظكم ويصلح حالي وحالكم، اللهم امين يا رب العالمين. النهاردة باذن الله عندنا روتين حلو جدا، ان شاء الله تتشجعي وهنعمل غدا جميل بقى وسريع. وبصوا ان شاء الله باذن الله هتستمتعوا معايا بالفيديو. بس احب اقول لكم لو اول مره تشوفوا القناه بتاعتي يا ريت تشتركوا فيها فضلا وليس امرا، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهات اللي بنزلها. ودمتم مشكورين يا اهل الكرم والجود. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. زي ما انتوا شايفين معايا عندي البلكونه بتاعتي دي، هي مساحتها صغيره ومتقفله، بس ايه يعني بعمل فيها، يعني بحط فيها مثلا مكنسه يعني. بصوا بتنفع، مفيش حاجة مفيش مكان، وخصوصا لما يكون متقفل بيضر. لا بتنفع مكنسة بقى، المكنسة الكهرباء، اي حاجة كده حابة ابعدها عن ايدي او مش لازماني بحطها فيها. المهم زي ما شفتوا كانت ملانة بالتراب. عملت ايه؟ اول حاجة نفضتها وهلستها كويس جدا وكنست الترابة الناعمة اللي عايزة اقول لكم منتشرة الايام دي بدرجة فظيعة، يعني حتى وانتي بتكنسي فيها كده بتبقى صعبة، مش عايزة تطلع من الارض معاكي. المهم كنستها ونضفتها كويس جدا علشان خاطر اما كوب المية تبقى ايه اللي يعني ما اعملش مش زي ما اكون بعجن طين كده الترابة على المية. لا اكنس الاول واحاول بقدر الامكان ان انا اطلع الترابة كويس، علشان خاطر ايه لما تمسحي تبقى الارض معاكي منورة. دايما بتسألوني وبتقولي الارض نورت عندك وانت بتمسحي وكده، السبب كده ان انا بكنس كويس جدا، فايه المية بتبقى مش متعكرة جامد بالتراب وكده، فتبص تلاقي معاكي السيراميك اداكي لمعة ونظافة حلو جدا. مسكت بقى الباب بتاع البلكونة وغسلته غسلة حلوة جدا بالبتاعة ديت. هي ديت هلاسة او تقولوا عليها ايه من غير هلاسة؟ اللهم صل على النبي. المهم الهلاسة اللي بهلس بيها، او يعني بعمل بيها، مش عارفة في بتقولوا عليها اسم تاني. لو بتقولوا عليها اسم تاني قولولي على اسمها. المهم ان ديت او بمكنسة برضو او بمكنسة الجاروف، اي حاجة متوفرة عندك اعملي بيها حلوة جدا. ديت ناعمة الاطراف بتاعتها او اللي هي ناعمة، فايه بتدخل ما بين الخشب، فتلاقيها ايه نضفت معاكي حلو جدا وشالت التراب وكل حاجة. وغسلت الباب كويس جدا وبعد كده شطفته بمية وايه ومسكت الارض برضو كذلك الامر بباقي المية اللي كانت موجودة، وغسلت الارض ومسحتها كويس جدا. عايزة اقولك يعني اهم حاجة تكنسي كويس. كنستي كويس مش هتتعبي في المسح ولا الكلام ده كله، هتبصي تلاقي الارض منورة معاكي ما شاء الله اللهم بارك من غير اي تعب، لان انتي كنستي وشلت الترابة اللي هي هتعملك، يعني هتعملك هتخليك الارض مشبرة كده ومش منورة زي ما بتشوفوا معايا. وخلاص مسكت بقى البلكونة بعد ما غسلت أرضيتها وبدأت تشيل المية، وبعد كده اهو بالشرشوبة لمعتها وخلاص. على كده نورت اللهم بارك. يعني بصوا هي مساحتها صغيرة بس بتلم ترابة، وخصوصا انها على الشارع، ولما بكون فاتحة الشباك كبير. هي متقفلة بس فيها شباك كبير زي ما انتوا شايفينه اللي قدامكم ده. وعندي الشجرة بتاعت القمر ديت اللي مضللة بقى عليا. يعني نعمة الشجر في الصيف بيحوش برضو شمس وكده. وبعد كده فتحتها تتهوى شوية وتنشف، وبعد كده هقفلها والكلام ده كله. خلاص على كده خلصتها، وكانت الشقة عندي مترتبة وكويسة الحمد لله. قلت ادخل بقى على المطبخ نعمل غدا. انا عملت صينية فراخ كنت متبلاها من قبل ما اشتغل في البلكونة. عملتها معاكم كتير قبل كده، تبلتها ببصل وطماطم كله مبشور، مفيش حاجة خلطتها في الخلاط، بشرت طماطم وبشرت بصل وفلفل بقى، حابة تضيفي فلفل الوان تمام، وحطي عندك معلقة توم وبقى البهارات والفلفل الاسود والكزبرة والملح طبعا، وقلبي ده كله في بعضه كويس جدا دعكيه. وبعد كده تبلي فيه الفراخ واركنيها شويه بقى. يا سلام بقى لو عملتيها قبل ما تبداي تنظيف الشقه عندك هتبقى طعمها روعه. وبحطها بقى تغليلها غلوتين على النار، وبحطها تستوي او تكمل سواها على الفرن وتاخد لون متحمر حلو كده، بتبقى احلى صينيه فراخ واسرح صينيه فراخ طبعا. وعندي هنا قلت هعمل عندي شوية لحمة مفرومين حوالي ربع كيلو او اقل، والله اقل كمان من ربع كيلو لحمة. قلت اعمل ايه؟ صينية قلاش. عملت صينية كبيرة
اللهم صل على النبي، هاخد لفتين جلاش، هحط واحدة من تحت وايه يعني 12 طبقة من تحت و12 طبقة من فوق. عارفين صينية الجلاش او لفة الجلاش بيبقى فيها 12 واحدة. لو هتعملي لفة جلاش واحدة يبقى ايه، هتحطي 6 من تحت وستة من فوق، 6 جلاشات او 6 رقات من تحت و6 من فوق. انا عملت هنا الصينية كبيرة وعايزة اعمل واحدة كبيرة يعني، لان الجلاشة او لفة الجلاش الواحدة مش هتنفع، فقلت ايه هعمل 2. فردت واحدة اللي هو 12 طبقة من تحت، وهفرد ال12 التانيين من فوق. عندي اللحمة كانت متعصجة وجاهزة، يا دوبك فردتها على الجلاش كده. بعد ما فردته، وما بين كل طبقة وطبقة بدهن دهنة سمنة حلوة كده، سمنة على زيت، بس الزيت يعني ايه بينشف، ممكن سمنة على زيت، شوية زيت صغير، معلقة زيت ومعلقتين سمنة مثلا يعني. زبدة لو عندك ممكن برضو تحطي الموجود عندك، ما توقفيش نفسك على حاجة. وعندي هنا هو رشة من الموتزاريلا، جبنة الموتزاريلا وحطيتها برضو. وهبدأ ان انا ايه افتح لفة الجلاش التانية واحط اللفة التانية، هبدأ افردها زي ما فردت الاولانية بالظبط. لو عندك حاجة متكسرة برضو حطيها، ما ترميش حاجة. زي ما انتوا شايفين بصوا عندي اهي واحدة اتكسرت او يعني كانت مقطوعة نصين، برضو حطيتها. حطي اللي هو متكسر في النص، وحاولي تخلي اللي هو الطبقة اللي من فوق تكون كويسة علشان خاطر الشكل بقى، ولما تقطعيها ما تتبهدلش معاكي. وبحط خيل في خلاف، واحدة كده وواحدة كده لحد ما بملى الصينية كلها. وبدهن طبعا دهنة السمنة في ما بين كل واحدة والتانية علشان يبقى مورق معاكي. عايزة اقول لكم والله صينية الجلاش ديت كانت روعة. عارفين الحاجة المقرمشة وفي نفس الوقت حلوة وطرية؟ اهي كانت كده الجلاش، صينية الجلاش ديت. والسر هقول لكم عليه شوية كمان كده هتشوفوه معايا. وخلاص على كده خلصت صينية الجلاش كلها، او خلصت لفتين الجلاش. وهبدأ ان انا ايه هقطعها بالعجلة بقى بتاعت البيتزا ديت، بسكينة بالموجود عندك. وقطعيها زي ما تحبي بقى التقطيع دوت، على حسب ايه, ما انت تحبي. كبيرة بقى، قطعة كبيرة، قطعة وسط، قطعة صغيرة، اللي يريحك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما تنسوش الصلاة على الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ولو وصلت معايا لحد هنا ما تنسينيش في اللايك، ودمتم مشكورين يا رب. بصوا بقى هنا بعمل له اللي هو الأطراف اللي العجلة ما عملتهاش، أنا بعملها اهو بالسكينة وبس. على كده العجلة بتاعت البيتزا بتقطع معايا الجلاش حلو جدا، مش بتخليه يتكرمش معايا وانا بقطعه زي السكينة. وبرضو يعني حاولي تسايسي امورك معهم. عندي هنا ده بيض صغير، هحط 2، هحط بيضتين تمام. لو عندك بيض كبير حطي بيضة واحدة بس. وهحط عليهم رشة فلفل اسود بقى وملح. وعندي هنا هحط كوبايتين لبن. لو هتعملي لفة جلاش واحدة هيبقى كوباية لبن من اللي هي المج. لكن انا علشان عاملة لفتين جلاش هحط ايه مجين لبن من هما اللي بنشرب، المج اللي بنشرب بيه الشاي ده. عندي بقى الخطوة اللي هقول لكم اللي هتخلي معاكم الجلاش روعة، ناشف وفي نفس يعني مقرمش وفي نفس الوقت طري وحاجة كده والله اللهم بارك، مش عارفة اوصفها ازاي من كتر ما كانت جميلة. اللبن مدفياه، ان انت تدفي اللبن. وحطيت معلقة بيكنج باودر، معلقة بيكنج باودر هتخليه يبقى هش معاكي ومرفوع كده جميل جدا. وتدفي اللبن، انا مدفية اللبن مش مسخناه، مدفياه علشان خاطر البيض ما يستويش. ونزلت خلطت البيضتين على الكوبايتين اللبن. وخلاص على كده سقيت الجلاش بتاعي، وخلاص هدخل على الفرن على طول. الفرن كانت سخنة طبيعي، ان انا كنت حاطة عليها الفراخ دي، في الفراخ بتاعتي اللي انا عملتها كنت مقطعة عليها بطاطساية كده قطع صغيرة. خلاص استوت، على بال ما عملت صينية الجلاش كانت استوت. انا عملتها معاكم قبل كده كتير، فما حبيتش اطول عليكم في الفيديو علشان خاطر ايه يعني مدة الفيديو ما تطولش وتملوا بقى وتزهدوا مني. بص بقى خلاص اللهم بارك، صينية الجلاش كانت الفرن سخنة. وبعد ما دخلتها على الفرن كنت مهدية النار من فوق ومن تحت زي ما شفتوا معايا. انا بخبز على الفرن اللي هي الفرن الخبيز بتاعتنا. الفترة ديت من لما بدأ يقطع النور وانا ايه بشتغل على الفرن الفرن الخبيز، ما بشغلش الفرن الكهرباء كتير. وبصوا هنا ما شاء الله خدت معايا اللون الحلو دوت. حابه تحمريها اكتر من كده تمام، حابه ترشي جبنه موزاريلا على الوش تمام. هنا كانت سخنه معايا، فعشان خاطر كده سبتها تهدى شويه علشان ايه تكون عملت فكت كده مش لازقه في قعر الصينيه والكلام ده.
خلاص كده بصوا ما شاء الله الخرطة بخرطتها اللهم بارك، مقرمشة من فوق ومن تحت ومن النص، مزبدة والله العظيم زي العسل، حلوة جدا. جربوا الجلاش بالطريقة دي ان شاء الله بإذن الله يعجبكم. لو حابة تحطي حشو بقى جبن زيتون، مش لازم لحوم، تمام هتبقى زي الفل برضو. وعندي هنا الفراخ اهي ما شاء الله احمرت شوية معايا، بس ايه احنا كده كده بنشيل الجلد دوت، بس طعمها تحفة. جربوا الفراخ بالطريقة ديت والجلاش ان شاء الله بإذن الله تعجبكم. إيه يا رب الروتين يكون سهل كده وخفيف عليكم ويعجبكم. بصوا الجلاش ما شاء الله من جوه طري وفي نفس الوقت ايه مقرمش. وده كان الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم. بصوا جميل جدا. ده بقى الفيديو بتاعنا ان شاء الله باذن الله يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.